انسي اي طريقه جربتيها قبل كده للقرص الفلاحي وتعالي نعملها مع بعض باسهل وابسط وانجح طريقه وبمقادير مظبوطه جدا، وهنستخدم الكوبايه وهتطلع ناجحه معاكي من اول مره. معايا لبن رايب انا مروباه في البيت ونزلت الفيديو بتاعه. انا ما استخدمتش الكميه كلها، اخدت منها حوالي كوبايتين. المج اللي انا بعاير بيه اللبن الرايب هو اللي هعاير بيه القشطه بتاعتي. يبقى كوبايتين من اللبن الرايب عليهم 4 كوبايات من القشطه اللي هي وش اللبن. ما ضفتش اي مواد دهنيه تانية، معتمده على الماده الدهنيه اللي هي القشطه. بقى بضربهم مع بعض كويس بالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين لحد لما الخليط ينعم معايا وما يبقاش فيه اي تكتلات. اتاكد ان الخليط ناعم معايا خالص. بعد كده بجيب بولة بحط فيها قطع من الخميرة البيرة اللي هي الخميرة البلدي بتاعتنا، وبحط عليها معلقة صغيرة من السكر وادعكها مع بعض كويس واضيف عليها شوية مية واقلبهم مع بعض. انا بحب استخدم في القرص الفلاحي الخميرة البيرة، بتدي نتيجة حلوة جدا جدا وناجحة معايا يعني بتطلع معاكي مظبوطة قوي. بعد بقى ما بضيف عليها المية واقلبهم كويس بركنها على جنب تخمر مع بعض، تخمر كده حوالي يعني 10 دقايق ولا حاجة. بجيب بقى خليط اللبن الرايب والقشطة وبنزل عليه بالدقيق. الدقيق هنا عندي مش مقياس، يعني ممكن ياخد معاكي كيلو، ياخد اقل ياخد ازيد حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. بنخل الدقيق كويس وبعجن العجينه بتاعتي. وهنا حطيت نص معلقه صغيره من الملح، حطيت عليها معلقه كبيره من الشمر المطحون ومعلقه كبيره من اليانسون المطحون. تقدري تستخدميهم صحاح لو انت بتحبيهم صحاح، لكن انا بحب اطحنهم لان هم بيدوا ريحه اقوى وهم مطحونين. نزلت بقى بخليط الخميره والسكر على العجينه، وهبدا ان انا اعجن العجينه بتاعتي كويس قوي لحد لما تنعم معايا وما يبقاش فيها اي تكتلات، لحد لما اوصل للنتيجه اللي انتوا شايفينها معايا. العجينه بتكون بتلزق في الايد. بسيبها بقى تخمر على جنب، بتاخد حوالي ساعتين على ما اجهز الحشوه بتاعتي. هنا معايا عجوه مفرومه، المفرومه الجاهزه. حطيت عليها ربع كوبايه من الميه ورفعتها على النار لحد ما فكت، وبعدين حطيت عليها معلقه من السمنه او الزبده عشان لما استخدمها ما تلزقش في ايدي. العجينه بتاعتي بعد ما خمرت بقطعها لقطع صغيره. انا بقطع على طول واشكل واحط في الصاج، يعني ما بسيبهاش ترتاح على تاني. بقطعها بالحجم اللي انتوا شايفينه دوت. تقدري تتحكمي في الحجم زي ما انت عايزه. انا بالنسبه لي بحب الحجم ده لان لسه بتخمر معايا قبل ما اخبزها، فبيبقى حجمها حلو قوي. بخلص بقى العجينه بتاعتي، وطبعا انا بدهن ايدي بالزيت لان العجينه اصلا بتلزق، فعشان اقدر اتحكم فيها لازم ادهن ايدي بالزيت كويس. بسيبها تخمر وبعدين بدخلها على فرن حامي على درجه حراره 220